اهلا بيكم يا جماعه. الاوبو اف 1 اس والهواوي جي ار 5 2017 جهازين بيتسوق لهم ان هم احسن جهازين في الفئه السعريه بتاعتهم من ناحيه التصوير. عملت مراجعه لكل جهاز فيهم بالفعل، فلو انت حابب تعرف بالتفصيل عنه اكتر اتفرج على المراجعه الكامله بتاعته. اما الفيديو دوت فهو عباره عن مقارنه ما بين الجهازين دول عشان نعرف كل واحد فيهم احسن في ايه بالظبط. معاكم احمد كمال من اي كي ريفيو، ومقارنه بين اوبو اف 1 اس وهواوي جي ار 5 2017. مبدئيا من ناحيه التصميم فالجهازين كانوا مريحين في الايد، الاثنين وزنهم قريب من بعض جدا والاثنين معمولين من معدن، ولكني كنت بميل للخامات المستعمله في الاوبو اف 1 اس لان انا كنت بحس ان هي اصلب وامتن من الهواوي جي ار 5 2017 وتتحمل الصدمات اكتر منه. الهواوي جي ار 5 2017 كان فيه بروز في الكاميرا، فده كان بيخلي الطبقه اللي عليها معرضه جدا ان هي تتخدش بسهوله او حتى ان هي تتكسر لو اتخبطت جامد زي ما حصل معايا. جهاز الهواوي جي ار 5 2017 شغال هايبريد سيم، وده معناه انه بيسمح لك انك تحط له شريحتين او شريحه ومدخل ذاكره خارجيه. بالنسبه للاوبو اف 1 اس فهو بيسمح لك انك تحط شريحتين وكمان معاهم مدخل للذاكره الخارجيه. بالنسبه للشاشات فالجهازين بيجوا بشاشه اي بي اس، والشاشتين كل واحده فيهم بحجم 5.5 انش اللي هي 5.5 بوصه، ولكن دقه الشاشتين كانت بتختلف الحقيقه. فالهواوي جي ار 5 2017 بيجي بشاشه 403 بكسل بير انش، على عكس الاوبو اف 1 اس اللي كان بيجي بس ب 267 بكسل بير انش. ده معناه ان انت مش هتقدر تشغل فيديوهات بجوده اعلى من 720 بي، لكن جي ار 5 2017 هتقدر تشغل عليه فيديوهات لحد 1080 بي. ده كان بيخلي التفاصيل تبقى شارب واوضح شويه في الهواوي جي ار 5 2017، وهتحسب دوت جدا لو جربت ان انت تستعمل في ار. للاسف الهواوي جي ار 5 2017 الشاشه بتاعته مش عليها طبقه حمايه، على عكس الاوبو اف 1 اس اللي بيجي بطبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 4، واللي كانت اقوى طبقه حمايه وقت نزول الجهاز دوت. من ناحيه الاداء في الجهازين فالجهازين كانوا شغالين كويس جدا، من ناحيه السوشيال ميديا سايتس، من ناحيه سرعه فتح الابلكيشنز والبرامج بتاعتها كلها، ومن ناحيه التنقل ما بينهم حتى. لكن لما تيجي للشغل التقيل والالعاب التقيله كنت هتحس طبعا بتفوق للهواوي جي ار 5 2017 لانه شغال بهاي سيليكون كيرنس 655، في حين ان الاوبو اف 1 اس شغال بميديا تك 6750. الهواوي جي ار 5 2017 مش موجود منه غير النسخه 32 جيجا بايت ذاكره داخليه مع 3 جيجا بايت رام، والاوبو اف 1 اس موجود منه نسخه 32 جيجا بايت ذاكره داخليه مع 3 جيجا بايت رام، ونسخه اعلى واللي هي مستعمله في المقارنه ديت هي النسخه 64 جيجا بايت ذاكره داخليه و4 جيجا بايت رام. وقت تصوير الفيديو دوت فالاوبو اف 1 اس كان شغال بالكالر او اس 3.0 المبنيه على اندرويد 5.1 اللي هو اللولي بوب. اما الهواوي جي ار 5 2017 فهو شغال بايموشن يو اي 4.1 المبنيه على اندرويد او اس 6.0 اللي هو مارشميلو. اوبو بدات تبع تحديث المارشميلو للاوبو اف 1 اس وبدا فعلا ينزل في بعض الدول. الهواوي جي ار 5 2017 فهو شغال بالمارشميلو بالفعل وهيتحدث للنوجا في المستقبل، ولكن حتى الان مفيش اي نسخه من الجهاز دوت عالميا وصل له تحديث النوجا. الواجهه اللي كنت بحبها اكتر بصراحه هي واجهه الكالر او اس 3.0، رغم ان هي متقلده جامد جدا من الاي او اس، ولكنها كانت اخف واسلس وبتوفر في البطاريه اكتر من الايموشن يو اي 4.1. ولكن تحديث النوجا بتاع الهواوي جي ار 5 2017 لما يوصل له هيغير الايموشن يو اي 4.1 ويخليها ايموشن يو اي 5.0، والواجهه ديت بصراحه تعتبر واحده من احسن واجهات المستخدم اللي انا استعملتها قبل كده، ومتاكد ان هي هتغير في اداء الجهاز وتوفير البطاريه بتاعته، وحتى الواجهه نفسها هتتغير كليا من ناحيه شكله ومن ناحيه الاداء. واخيرا جزء المقارنه في الكاميرا، الاوبو اف 1 اس بيجي بكاميرا خلفيه 13 ميجا بكسل مع ابرتشر اف 2.2، والهواوي جي ار 5 2017 بيجي بكاميرتين خلفيتين، واحده 12 ميجا بكسل والثانيه 2 ميجا بكسل، ولكن الثانيه ما كانتش بتبقى شغاله غير في وضع الوايد ابرتشر. وفي التصوير والمقارنه بين الجهازين دول كنت دايما شغال بوضع الاوتو، بالتالي الهواوي جي ار 5 2017 كان شغال بالكاميرا الاساسيه بس اللي هي 12 ميجا بكسل. في الصور اللي بالنهار صعب اقرر جدا واقول لك واحده فيهم احسن من الثانيه في كل حاجه، الاثنين التفاصيل فيهم كانت كويسه جدا مقارنه ببعض، والالوان كويسه جدا برضه، والواقعيه كانت قريبه جدا من الصوره الحقيقيه اللي انا شايفها قدامي. في ظروف الاضاءه الضعيفه او في الليل كان الوضع مختلف شويه، ففي حين ان الاوبو اف 1 اس قريب جدا من ان هو يجيب لك الصوره حقيقيه، الهواوي جي ار 5 2017 كان بيفضل ان هو يجيب لك الصوره واضحه اكتر من المنظر اللي انت شايفه قدامك. ممكن تكون الدنيا كانت مظلمه، ولكن الهواوي جي ار 5 2017 كان بيلقط التفاصيل على قد ما يقدر، بالتالي كان بيبين لك الوان اكتر في الصوره ووضوح لتفاصيل اكتر في الصوره، لكن طبعا على حساب ان الصوره بتطلع نويزي. اما الكاميرا الاماميه في الاوبو اف 1 اس كانت 16 ميجا بكسل مع ابرتشر اف 2.0، والهواوي جي ار 5 2017 كانت 8 ميجا بكسل.
زي ما وضحت في مراجعه الاوبو F1S، فالكاميرا الاماميه ما تتقارنش باي كاميرا في الفئه السعريه بتاعته، بل بالعكس تتقارن في فئات اعلى كمان. فالاوبو F1S كان واضح فيه التفوق في الكاميرا الاماميه عن الهواوي GR5 2017، سواء في ظروف الاضاءه الكويسه او في ظروف الاضاءه الضعيفه. الكونتراست في الالوان كان باين اكتر في الاوبو F1S، والتفاصيل طبعا كانت اوضح بسبب الميجا بكسلز الاكتر. بالتالي في الكاميرا الاماميه فالموضوع محسوم في رايي للاوبو F1S. بطاريه ال F1S كانت 3075 ملي امبير، والهواوي GR5 2017 كانت بطاريه 3340 ملي امبير. زي ما بطاريه الهواوي GR5 2017 اكبر شويه في الحجم، فهي برضو اكبر شويه في التجربه العمليه، وفعلا كانت بتديني عمر اطول سكرين اون تايم من الاوبو F1S. ولكن الفرق ما كانش بيبقى مهول قوي او كبير قوي. للاسف الجهازين ما بيدعموش الشحن السريع، ودوت حاجه ضايقتني، خصوصا ان اوبو وهواوي الاثنين بيعملوا شواحن سريعه جدا في الاجهزه الهاي اند بتاعتها او الاجهزه اللي سعرها مرتفع. اما في الفئه ديت فالجهازين ما بيدعموش شحن سريع، بالتالي كان بياخدوا حوالي 3 ساعات علشان يتشحنوا كل واحد فيهم. واخيرا جه الوقت للاجابه عن السؤال اللي بساله دايما عن الجهازين دول: اشتري انهي واحد فيهم؟ التصميم، فالموضوع يرجع لك انت من ناحيه ان انت تختار انهي اللي شكله احلى بالنسبه لك. ولكن رغم ان الاثنين كانوا معمولين من معدن، كان في تفوق ملحوظ بالنسبه للخامات في الاوبو F1S في رايي. الشاشتين بتوع الجهازين الاثنين كانوا نفس النوع ونفس الحجم، ولكن الاوبو F1S كان عليه طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 4، والهواوي GR5 2017 كانت دقه الشاشه بتاعته اعلى من الاوبو F1S بشكل ملحوظ في رايي. واجهه المستخدم وصلت بالفعل مارشميلو للاوبو F1S، ولكن وقت تصوير الفيديو دوت كانت لولي بوب، والهواوي GR5 2017 شغاله مارشميلو، ومفروض في المستقبل هيتبعت له النوجا. الواجهتين كويسين، ولكن في وضع المارشميلو فبصراحه كنت افضل الاوبو F1S. ولكن لما الهواوي GR5 2017 يتحدث للنوجا، اتوقع ان هو هيكون ليه الافضليه في نقطه واجهه المستخدم. بالنسبه للاداء ففي الاستعمال العادي الاثنين هيكونوا كويسين جدا وبيقضوا الغرض وزياده، خصوصا في المالتي تاسكينج. فالاوبو F1S كنت بميل ليه بسبب ان هو 4 جيجا بايت رام، او دوت النسخه اللي كانت مستعمله في المقارنه ديت. اما في الشغل التقيل والاستعمال التقيل قوي للجهاز زي الالعاب الكبيره زي اسفلت اكستريم او نوفا 3، فالهواوي GR5 2017 كنت بفضله اكتر بصراحه بسبب الاس او سي بتاعه. الكاميرا الخلفيه في معظم الاوضاع كنت بميل فيها للاوبو F1S عن الهواوي GR5 2017. اما الكاميرا الاماميه فكانت في كل الاوضاع احسن في رايي للاوبو F1S. بالتالي لو انت من الناس اللي غاويه تصوير، خصوصا تصوير سيلفي، الاوبو F1S هيكون احسن بكتير بالنسبه لك في النقطه ديت. اداء البطاريه كان متقارب في الاثنين، مع افضليه بسيطه جدا للهواوي GR5 2017 من ناحيه عمر البطاريه، والاثنين للاسف ما كانوش بيدعموا الشحن السريع. ما تنساش تعمل لايك لصفحه الفيسبوك بتاعتي، وسبسكرايب طبعا لقناه اليوتيوب. كان معاكم احمد كمال من AK ريفيو، استنوني في الفيديو الجاي.